اليوم جيت نصدمكم وبالدليل والبرهان ان البشر بنادم اللي فيهم انا وانت ما غاديش نبقاو كما كتعرفوا. كل شيء غادي يتبدل وما رانيش داوي خاوي، ولكن اللي جاي غادي نعطيك بالدليل والبرهان، وكنتحداك مور ما غتشوف هذا الفيديو غادي تقتنع. كنتوجه لجميع المسلمين، كل مسلم كنكلم كل مسلم ومسلمة، أقسم بالله عز وجل إني عبد الله ونبيه ورسوله، إني المهدي المنتظر الحقيقي، وراني ما كنكذبش عليه. العالم هذا بالاشياء اللي غيتحكموا بها الانسان هي واحد الشريحه وما يسمى بشريحه الدجال، كتزرع في الانسان وكيقدروا من خلال الكمبيوتر يتحكموا في العقل ديال الانسان. نيورالينك هي رقاقة رقمية تزرع في الجمجمة، وعبرها نستطيع التحكم بما يدور حولنا. شفتوا هذا الشيء اللي كنعيشوا دابا مع لي سمارت فون والتليفونات وداك الشيء، البليه اللي تبلينا بها كاملين، ولات كدوز بعض الثواني كتجبدو كتبقى تقلب فيه، كيكون في جيبك كيجيب لك الله هو كيصوني، هو راه كاع ما كيصوني. وهذه غير البدايه، كل شيء تبدل هذا الشهر ماين تاع 2023 بالضبط نهار 25 في الشهر. عقلوا على هذا التاريخ مزيان، حيت قريب نشوفوا بنادم ماشي عندهم تليفونات، غيكون عندهم شرائح في دماغهم، دي بيس الاخوان، وغنبداو نشوفوا بنادم عنده واحد الذكاء خارق للعاده. الاف بي اي هو المركز الامريكي المكلف بالاغذيه وبالادويه، هو اللي كيطبع على شي برودوي باش يتباع ولا هو اللي كيمنعو. هاد 25 ماي اللي فات عطاو رخصه رسميه وعطاو اوتوريزاسيون ترخيص رسمي لشركه نورالينك ديال الملياردير الامريكي اللي تابع للماسونيه ايلون ماسك، باش يزرعوا الشرائح في البشر، يعني شرائح الكترونيه، حيت قبل كانوا يزرعوهم غير في الحيوانات بحال القرده والفئران، وايلون ماسك قال لهم انه مستعد يجربها في الابناء ديالو. هاد الشريحه يزرعها في ولادو اللي هما 11 واحد. يعني ايلون ماسك بكثرة ما تيق في برودوي، وهذا الشيء علاش قلت لكم البشر قريب يتبدل. علاش العلم وطالب العلم ما غيبقى عنده حتى شي قيمه؟ علاش كاع الخدامي مهدين؟ اشنو هو اصلا هاد نورالينك وهاد الشريحه؟ واش قربت تبان علامات الساعه الكبرى ولا كيفاش؟ هذه 6 تاع الشهور اغنى رجل في العالم ايلون ماسك عطى واحد التقديم لشركه نورالينك والمنتوج ديالها، الشريحه الالكترونيه اللي غتغرس في الادمغه ديال الناس. قبل ما يقدم برودوي ديالو قال ان الانسان ولا سايبورغ. كيفاش هاد سايبورغ؟ السايبورغ هي شخصيه خيال علمي ذات مظهر بشري مكونه من اجزاء حيه واجزاء ميكانيكيه، وقال ان التليفون الهاتف ديالنا ولا امتداد ديالي وديالك، امتداد ديال الانسان. اشنو بغى يعني بهذا الشيء؟ الا جيت سولتك قلت لك شنو هو النهار بالضبط اللي لعب فيه المنتخب الوطني المغربي ضد بلجيكا، اشنو غادي دير؟ غتجبد تليفونك وغتسول جوجل. الا قلت لك كي داير الجو غدا شنو غدير؟ غتجبد تليفونك وتسول سي جوجل. الا قلت لك فين جات القبله راني ما عارفش هاد البلاصه ما عمرني صليت فيها، غادي تجبد تليفونك وغادي تمشي لجوجل عاوتاني. الا قلت لك اجي عندي لداري وانت جاي من مدينه اخرى وما عمرك جيتي عندي، اش غدير؟ غنصيفط لك اللوكاليزاسيون في الواتساب وغتجبد تليفونك عاوتاني. الا بغيتي توريني العرس ديالك كي داز اشنو غادي دير؟ غتجبد تليفونك وغتقلب على التصاور. الا بغيتي توريني شنو كنتي كدير قبل ما تتزوج اشنو غادي دير؟ غتجبد تليفونك وغتوريني التصاور عاوتاني. يعني حياتك والذاكره ديالك كاينه في التليفون، يعني التليفون اصبح امتداد مني ومنك. وايلون ماسك قال ان هذا الشيء ثقيل، يعني هادشي التليفون راه ثقيل، يعني الوقت اللي غتجبد به التليفون وغتقلب على ديك الصوره ديال العرس ديالك ولا غتقلب على الصوره ديالك مع صحابك قبل ما تتزوج كتطلب الوقت وكتضيع الوقت. وقال ان التليفون او اللابتوب عندهم واحد الحدود خصوصا في السرعه باش غتصيفط وتستقبل المعلومات، واكد هو على السرعه باش غادي تصيفط. قال انه باش تصيفط المعلومات من التليفون عنده علاقه بالسرعه باش كتحرك الصباع ديالك. تخيل معايا بنادم فين وصل. الا بغيت تصيفط ميساج خصك تبقى تكتب في الكلافيي، قال لك ثقيله. وقالوا واحد القضيه انا جاتني في الشكل، هو من ديما هو كيحذر من الذكاء الاصطناعي، كيقول ان الذكاء الاصطناعي خطر على البشريه، ديما كيقولها. وفاش قدم هاد نورالينك اول حاجه قال غادي يعاونوا باش نتحكموا ونقاوموا ونواجهوا الذكاء الاصطناعي. ما يمكنش يكون الذكاء الاصطناعي لجوجل وكيفكر وخفيف وانت دماغك ثقيل ويمكن لك تواجهه، هو غيتحكم فيك بلا انت ما توعى. دونك حنا باش ما يتحكمش فينا الذكاء الاصطناعي خاصنا نزرعوا هاد الشريحه نورالينك، وحتى حنا دماغنا يتكونيكطا للانترنت ونوليو كنجيبوا المعلومات دغيا اسرع من التليفون، باش الا كان شي ذكاء اصطناعي مجهد غيكون يمكننا نتغلبوا عليه. دابا بكل بساطه هاد نورالينك وهاد الشريحه
اللي باغيين يدخلوا في العقل ديال الناس. بلاصه ما يكون عندك سمارت فون وتدخل الانترنت وتقلب وتصور وحياتك وصيفط لي نصيفط لك والويفي والله الله، يولي عندك كل شيء هنا في الذهن ديالك، تولي تحكم في داك الشيء بالخلايا العصبيه اللي في دماغك. اي ما غتبقاش تحتاج للبيسي وما تبقاش تحتاج للتليفون، غتولي انت كونيكتي من دماغك، تغمض عينيك كتدخل الانترنت وكتعرف كل شيء وكتفهم في كل شيء. مني غتزرع هاد الشريحه في عقلك ما غتبقى تحتاج حتى شي اباراي وحتى شي جهاز خارجي، غيولي عندك كل شيء لداخل. بغيتي اي معلومه كطلع عليها في بعض الثواني، واي سؤال عندك الجواب ديالو موجود، ما هداك الجواب كاين في الانترنت. ودابا اصلا كاع الاجوبه كاينين في الانترنت. يعني الشخص اللي غادي يزرع هاد الشريحه في دماغه غيولي انسان خارق للعاده، غيولي ذكي. ولكن هاد الشيء كما قلت لكم كيحتاج واحد العمليه. هاد العمليه غادي يزرعوا لك فيها هاد الشريحه في عقلك، هي شريحه صغيره بزاف، وبينوا كيفاش هاد العمليه كدوز بضع الثواني، وكيقولوا ان ما فيها حتى شي ريسك، وبانهم الخطوط الكحلين هما اللي خصهم يتفاداو. وبينوا كيفاش كدوز هاد العمليه على واحد الروبوت دغيا. وهنا فين ايلون ماسك خرج وزاد الضغط على الراي العام وقال انه مستعد يديرها لكاع لولادو. عنده شي 11 ديال الاولاد كما قلت لكم قبل، وقال لهم انا تايق في المنتوج ديالي اللي غادي نخرج للناس. دابا بغيتكم تخيلوا معايا واحد العالم مستقبلي، واحد العالم مستقبلي اللي كل شيء فيه. انا غنقول ما غتبقاش الحلاوه، غتولي البساله، ولا كل شيء عنده واحد الحاجه. هذيك الحاجه ما كتبقى عندها حتى قيمه. كلشي كيفهم في الطب، كلشي كيفهم في القانون، كلشي كيفهم في الهندسه، وحتى شي واحد ما كيغلط. يعني حتى هذا الموديل اللي كنعيشوا فيه الحالي ديال القرايه وديال الخدمه وديال طلب العلم، علاش بنادم غادي يقرا؟ الشركات ما غاديش يبقاو يطلبوا منك الدبلوم، غادي يدخلوا الناس، غادي يطوروا الشرائح ديالهم كيف ما هما بغاو وبالمعلومات اللي بغاو يكونوا عند العمال ديالهم، وغتولي تفهم في ديك الخدمه ديالهم. ونهار غادي تبغي تمشي غادي يحيدوها لك وغترجع مكلخ بحال اللي عمرك خدمتي، عندك زيرو اكسبيريونس. والانسان بالطبع ديالو معكاس. علاش كنشوفوا العيالات كينوضوا كيديروا عمليه الشفط؟ علاش كنشوفوا الدراري كينوضوا كيديروا عمليه الزرع ديال لي زابطو؟ حيت ما فيهم اللي يتريني. والناس بطبيعتهم كيعكزوا على طلب العلم وعلى الخرايه. يقول لي خويا زرع لي انا هذيك نتهنى ونولي كنفهم في كل شيء بلا ما نمشي باش نبقى نقرا الكتوبه ونسافر ونمشي للجامعات، ما يدير حتى شي مجهود، يزرعها يولي نابغه، تحيدها ليه يولي مكلخ. انا عندي واحد السؤال وبغيتكم ما تحكموش عليا فيه وما تديوش عليا، حيت اصلا ماشي ديالي. كنت كناقش الموضوع مع واحد الصديق ديالي وطرح عليا واحد السؤال، حيت في هذا لا بريزونطاسيون ديال ايلون ماسك اشنو قال لهم غادي نوليو كنداويو شي امراض اللي مستحيل شي واحد يداويهم. باش كيزرع هاد نورالين كيولي يخدم الخلايا العصبيه على ما قالوا، وكيولي انسان بسيط ما كانش كيشوف عمى زاد عمى كيرجع يولي يشوف. شخص مشلول ما قادش يتحرك ولا طرات ليه شي اكسيدون ما كيقدر يحرك لا صباعو ولا يديه لا رجليه، يولي يقدر ينوض ويبدا يجري. وهنا هاد الشخص طرح عليا واحد السؤال وانا بغيت نطرحه على شي واحد اللي عنده درايه. قال لي ان شحال هذه كانت بالمعجزات ان تداوي شي امراض اللي ما كيداويهمش الطب، ودابا كنشوفوا بهاد نورالينك ولاو شبه معجزات. انا كنقول علميا، ولكن كاينين بعض الاشخاص اللي كيقولوا هاد الشيء عنده علاقه بالانترنت. انا متاكد خرجوا شي وحدين وقالوا راه اخر الزمان، وفاش تصنعت الطياره خرجوا شي وحدين وقالوا اخر الزمان. ودابا بهاد التكنولوجي كاينين بزاف كيقولوا ان هاد الشيء كيبين ان الكتابه قريبه تطلع. انا ما عنديش درايه وما نقدرش نجاوب، ولكن السؤال اللي بغيتكم تجاوبوني عليه وبكل صراحه وغنحاول نقرا لي كومونتيرات كاملين، هي ان مني هاد التكنولوجيا تخرج ويقولوا لك انها سالمه وتجربت بزاف ديال الناس وما فيها حتى شي مشكل، ودوك الناس وصلوا لهاد النتائج اللي حنا كنهضروا عليهم، واش غادي تقبل انك تزرع هاد الشريحه ولا لا؟ تزرعها في عقلك. كان معكم خوكم الحكاي، خوتي واحد جيم ومتابعه اخوكم الحكاي، فضلا وليس امرا. تهلاو الخوت.